تريد تعرف او تتعلم طريقة الشيبسية بحذافيرها؟ ما عليك، بس انطيني متابعة ولايك وتعال على الطريقة. حبايبي، اول شي نجهز كيلو ونص فستق حلبي، 1 كوب شيرة اي شيرة، ونص كوب راشي، 1 خاشوقة هيل مطحون، وخاشوقتين شكر. نطرقها بهاي الطريقة. بعد ما خلصناها راح نجيب طاولي ونخلي سميد شي قليل، رشة بسيطة، حتى الخبطة اللي سويناها بالفستق الحلبي ما تلزق بالطاولي. هسه حبايبي راح نفرش الفستق الحلبي بهاي الطريقة. بخاخ مال مي بصف ايدك، لان تدري كلها شيرة، لازم نبخ ايدينا حتى ما تلزق بدينا. هسه حبايبي راح افرشها واكملها وارجع لكم. وهسه حبايبي هاي نهاية الطاولة، فرشناها بالكامل. بعد ما فرشنا الكيلو ونص خليناه كليته، نبخ ايدينا. ولا تسألوني ليش ما لابس شفوف، لان بالشيرة تلزق. هسه راح ندوسها ونعدلها بالشيبك، ايش قد ما نقدر نضغطها بالشيبك، نخليها بمستوى واحد. بعد ما عدلناها وكملناها، وهذا شكل الطاولي كلش حلو. هسه حبايبي راح اموع الكاكاو، والكاكاو اللي استخدمته هذا هو يسمونه سيراميك. موعته وخليت له نص استكان دهن حتى ما يتكسر منه جمده، ودرت فوق الفستق. وماكو قياس، انت بكيفك، تريده عالي تريده ناصي بكيفك. بعد ما درنا الكاكاو عدلنا الطاولة، وهذا هو الشيبس اللي راح اديره، موجود متوفر بالاسواق. راح ادير الشيبس بلا اي قياس لحد ما اغطي كل الكاكاو. بعد ما غطيناه ودسناه شوية راح اخليه بالبراد 10 دقائق وارجع لكم. بعد ما خليناه 10 دقائق حبايبي، وهسه كمل عندنا الطاولة. متحمس اريد اشوف شكله، ان شاء الله ينال اعجابكم. هسه حبايبي راح اقطعها شوية، تقطيعها تكون قوية، بس خليها تموع 5 دقائق وتقطعها، ماكو اي مشكلة. هاي اول تقطيعة. وهسه راح اقطع التقطيعة الثانية، يطلع عندنا شكل مربع. والله طريقة كلش سهلة وبسيطة، وان شاء الله تنال اعجابكم. وكمل عندنا التقطيع. هسه راح نشوف لكم اياها. هذا شكلها النهائي. ان شاء الله عجبتكم، طريقة كلش سهلة وخرافية، ونقول لكم الف عافية.